وأكبر دليل على ذلك لما أصبتنا يوم الجمعة وأسعفت إلى مستشفى العروض، وأجاني نائب الرئيس الفريق عبد الرب منصور هادي وعدد من العسكريين، وقلت له أخ النائب تحرك العمليات، الغي أي تحرك عسكري على التو، وتتحمل كامل المسؤولية ألا تتحرك أي قوة عسكرية مهما كان الحدث، حتى لو متنا الآن. هذا مع نائب الرئيس. والتلفون الآخر أخذت مع قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح، امنع أي تحرك أو أي رد فعل من جانبك عسكريا، لن نأخذ أي قرار، وحتى الآن وقبل الآن لن نأخذ أي قرار برد فعل على أي هذه القوى الخارجة عن النظام. لن أترك شعبي ولن أترك رفاقي ولن أترك الصامدين من الرجال والنساء الذي صمدوا 11 شعب، لن أتركهم، ولا من صمدوا في وجه أعداء الثورة 49 سنة، لن أتركهم في الميدان وحده. أنا ما عندي من ذروي اللغة، أنا ثروتي بصمات في داخل اليمن، ثروتي هي الثقافة، وثروتي هي الوحدة، وثروتي هو استخراج النفط، وثروتي هي البنية التحتية للبلد، للطرقات، للجامعات، هذه ثروتي، وثروتي بناء الإنسان. أنا وما يطالبوا مني يشيلوا، خذوا أي ثروة خذوها في الداخل ولا في الخارج. إلى أين تتجه اليمن؟ إلى أين أنتم ناويين تأخذوا اليمن؟ إذا كانت تسألني عن الإرادة السياسية لدي ومن معي وحزب، فتتجه اليمن نحو التصالح والمصالحة ورمي الماضي وراء الظهر، رمي الماضي كله وراء الظهر، والاتجاه نحو أمن واستقرار ووحدة اليمن. هذا ما نطمح إليه إذا تعاونت كل الأطراف. هذا ما أمنيتنا. هنختلف ونختلف ونتفق، لكن الوحدة راسخة، لا نقاش ولا بحث حولها. وهؤلاء الذين يتحدثون عن انفصال ولا ما يتحدثوا عن انفصال ولا عن حراك جنوبي، هذا كلام. أنا أقول بيت حميد الدين خرجوا من اليمن في عام 1962، الإنجليز خرجوا من جنوب الوطن في عام 1967. لا يمكن الإنجليز مرة ثانية يعود، ولا يمكن بيت حميد الدين أن يعودوا مرة أخرى ليحكم اليمن، ولا يمكن أن يعود اسم الجمهورية العربية اليمنية إلى ما قبل 22 مايو، ولا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تعود إلى ما قبل 22 مايو. هذا يصبح من المستحيل. سنختلف، سنتفق، سنسد، ما في مشكلة، لا خوف على الوقت.